ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ قناة نانا وبس. حبيت اصور لكم كرتونة رفايع العروسة. دي الكرتونة مليانة رفايع بس بتاعت العروسة، فما تنسيش تشتركي معانا في قناة نانا وبس. عاملة سلسلة كاملة لحاجة العروسة ومنها كرتونة الرفايع. الا لو انت ناسي حاجة، في حاجة زيادة هنا ممكن تشيليها، حسب برضو ايه بديكي فكرة وحسب ترتيبك للحاجة اللي انت جايباها. طبعا دول شوية تحف انا جايباهم، دول هعمل لهم كرتونة لوحديهم، كرتونة التحف والحاجات دي هشيلهم لوحديهم. فهنا قلت ابتدي اصور لك الكرتونة. اول حاجة انا بجيب دي الجامبو الكبيرة، بكرة المناديل دي، فدي جايباها من حاجة العروسة يعني عشان بكرة كبيرة تمسك معاها كتير. دي الجامبو الكبيرة دي كانت عاملة 35 جنيه، دي عاملة في الوزن نص كيلو. فدي اول حاجة من كرتونة رفايع العروسة، وجايبه لها الحامل اللي هو زي ده كده اهو، بس جايبه لها على بلاستيك، فان شاء الله لما نيجي نفرش تبقى تشوفوها معانا. طبعا دي طفايه برضو ازاز، سبق كنت صورتها قبل كده وقلت سعرها كانت عامله 20 او 25 جنيه تقريبا. فدي نوع حلو اللي هو الفرنسي، دي شركه حلوه يعني ازازها حلو. دي هنخليها في كرتونه الازاز. نخش بقى هنا في الرفايع. ده قالب سيليكون اهو، ده قالب للكيكة او للتورتة اهو، قالب حلو صغير كان نازل في السفرة. انا هقولك الاسعار الحاجات اللي فاكراها، يعني هقولك اسعارها بس يبقى عندك فكرة. ده كان نازل ب20 جنيه في عرض من عروض سفرة. ده نوع حلو سيليكون. في كمان الشياطة دي كنت جايباها 7.5 ب10، مش اكتر من كده. شياطة عشان الرز، عشان تدميس حاجات على النار الهادية، معروفة الشياطة. في كمان كنت جايبة من السفرة طقم الجوانتي ده اهو، اللي هو ليه وصلة بالشكل ده، وصلة بأستك اهي حلوة، مجربينه ما فيش مية خالص بتيجي على الهدوم ولا ايديكي كأنها ناشفة بعد ما بتغسلي المواعين، فحلو جدا. برضو كان من سفرة، جلده حلو يعني حلو نظيف. ده كان من سفرة، كان نازل برضو تقريبا ب20 ب25، كان نازل عروض برضو. طبعا هو مش اجباري حكاية الجوانتي ده، في ناس ما بتقدرش تستعمله عادي يعني، دي حاجة حسب الرغبة، بس انا من الحاجات الرفيعة اللي انا جايباها يعني. في كمان جايبة لوف اللي هو بتاع العروسة ده، هو بتاع الشاور اهو، حلو جميل. ده كنت جايباه جملة من شارع القطاعي، الواحدة ب5 وبره ب8. جايبة دي برضو ب10 جنيه، دي عادية كانت فرانين نازلة فرانين. فجايبة دول، ده وده، النوع ده والنوع ده، دول برضو للعروسة. في كمان بقى حاجة المطبخ، ده برضو كان نازل فرانين، كان حلو، كان نازل ب10 بس بطل ينزل دلوقتي. 2 جوانتي، ده جوانتي اهو، وده اللي هو جوانتي ماسك اهو، ماسك، نوع حلو متبطن من جوه فايبر. وفي كمان النوع ده كان نازل فرانين برضو، كان نازل في العرض برضو 3 قطع، حلو 3 مقاسات. جبت النوع ده والنوع ده عشان عندها كل حاجة. ده كان برضو ب15، كان نازل ب10 من رنين. في ايه كمان كنت جايبة دول بس جايباهم من بدري. دي بتاعت المشابك، تعلقها في البلكونة، تعمل ليها حزام بتاعها تحط فيها المشابك. وجايبة كمان مريالة حلوة، حاجزة للمية مشمع، حلوة احسن من اللي هي قماش، اللي هو قماش شكل بس، لكن دي حلوة بتحجز المية. ده برضو يعني ما كانوش غاليين قوي، تقريبا نقول 10-15 في الحدود دي، ما كانوش غاليين من رفايع المطبخ يعني. طبعا مش ضروريين يعني، بس انا جبتهم. في كمان اللوف بتاع المطبخ،
كنت جايبة ميزانين حاجات زي دي ودي كده. اللوف ده اللي هو بتاع المطبخ من الانواع دي. في كمان المشابك جايبة كذا نوع، النوع ده الخشب ده جايبة دستتين خشب، وجايبة 2 بلاستيك من ده. جبت كمان ده كان فرانين، كان نازل حلو فرانين. جبت الاتنين كان نازل 15، الاتنين دول كده فرانين. وجبت 2 من ده و2 من ده و2 من ده الخشب، وواحد من ده. كذا نوع كذا شكل طبعا، ده حسب يعني ما انت عايزة، لكن مش اجباري يعني، حسب ما انت الحاجة بتعجبك او الحاجة الكمية قدامك قد ايه. في كمان ده اللي هو بتاع الشرابات، القمصان الحرير بسوستة، كيس بسوستة اللي هو الشبك ده اهو. ده كنت جايباه من رنين برضو، كان ب16 جنيه. ده حلو، القمصان الحاجات اللي هي تتبهدل من الغسالة، الشرابات الحاجات دي. ده يعني افتكرته بالصدفة يعني. في كمان ايه، في المضرب، جايبه المضرب ده اللي هو بيتفتح معروف، بيتلف كده. في كان العادي ده مضرب تاني، ده كان عادي، ده كنت جايباه من العتبة، وهتلاقيني سايبالك اللينك بتاع مشتريات العتبة بأسعارها برضو موجود في صندوق الوصف. ده كان ب7.5، ده كان ب10. ده ينفع في المعجونات والحاجات دي والكريمة والحاجات الخفيفة. ده بقى حلو جديد، ينفع في البشاميل وينفع في حاجات كتير. جبت 2 ده وده، كل عروسة دلوقتي بتجيب لي 2 دول على فكرة. في كمان الهراسة دي اهي، اليد بتاعها اسود بلاستيك حلو استانلس. دي كانت نازلة فرانين ب15 جنيه او لا ب10 جنيه، يوم الاربعاء ب10 جنيه برضو جبتها. في كمان الملاحة دي، طبعا متهيألي كل عرايس جايبة برضو من الملاحة دي، شكلها حلو. جبت واحدة بس عشان جايبة لها كذا طقم وحاجات تانية. وكمان دي اللي هي كانت من سفرة برضو، كانت نازلة رخيصة ب5 جنيه. دي اللي هي بتاعة طلع عليها الحاجات السخنة، حلوة كبيرة، مقاسها حلو كبير. بس انا بحاول الم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، معلش اطول شوية، بس الكرتونة مليانة حاجات اهو، كبيرة حلوة على الوشين، حلو مكان شغال. في كمان دول السيليكون دي حلوة، دي يدها منها فيها، دي كانت نازلة في سفرة ب20، ودي برضو كانت نازلة في سفرة مش عارفة كانت ب20 برضو شكل. في كمان الطقم ده اهو، 2 معروفين، الفرشة وهي دي زيها يعني يعتبر فرشتين. في كمان دي يعني كذا نوع اهو، دول برضو حسب ما انت عايزة، في ناس ما تجيبش غير واحدة ولا 2 بس. كان في فرشة صغيرة دي سكرية معروفة، كانت نازلة فرانين برضو ب10. في الماسك ده كان نازل ب7.5. في المبشرة دي مرضتش اجيب المبشرة التانية الكبيرة علشان ملهاش لازمة، كده كده بتبقى ديكور، في كبة وفي حاجات كتير مش بتحتاجها قوي يعني. جبت دي، هي حلوة ستانلس تقيلة برضو، كانت تقريبا برضو في حدود 10 جنيه. وجبت دي الزغنطوطة دي اللي هي بتاعت جوزة الطيب، الحاجات الصغيرة، شكلها ديكوري برضو، كانت نازلة في سفرة مش عارفة ب3 جنيه ولا حاجة زي كده. جبت دي برضو بقت ب5 جنيه خلة. جبت الطبقين دول،
طبعا انا جايبه بلاستيكات كتير، هتلاقي برضو اللينك بتاع البلاستيكات موجود، بس دي الحاجات دي محطتهاش في كرتونة البلاستيكات فحطيتهم هنا. دي عصارة كانت ب10 جنيه برضو مرانين. دي كانت من سفرة ب7.5. دي معروفة اللي هي بتحط كده في الحنفية وبتحطش الليفة تصفي. في ده المعايير، ده كان نازل ب10 فرانين. في ده وفي نوع تاني برضو اهو، طبعا ده معروف، ده كان الاتنين ب15. في كمان ايه، في ده الخيط والإبر، وفي برضو مجموعة تانية. في كمان المصافي دي جبت 2، الواحدة دي كانت ب5، واحدة ب7.5. في كمان دي بتاعت التوابل، هتلاقيها برضو هتلاقي لينك حاجات مشترياتي من الفرنسية، ده كانت ب25 جنيه. نوع حلو، هتلاقي برضو انا مصورة في المحل يعني هتلاقي لينك موجود، هتلاقي كل المشتريات بأسعارها كمان. كنت جايبة دي كانت ب20 جنيه، كب كيك، قالب كب كيك. في الماسك ده كان ب10 جنيه مرانين. في الشماعة الزغنطوطة دي، طبعا انا جايبة شماعات كتير بس قلت احط دي في كرتونة الرفايع. في دول عارفين طبعا بتحط على الرخامة، يتحط على الحاجة السخنة. جبت اليمين طقمين. في قطعة التفاح دي كانت ب7.5، هتلاقيها موجودة في المشتريات. دي كمان ب7.5، دي ب5 هي ب7.5. هتلاقي لينكات كل الفيديوهات الحاجات اللي انت عايز تشتريها. مفيش بقى الشماعات دي بتاعة النيش، انا جبت طقم واحد اهو دستة، وهبقى اجيب واحدة تانية ولا 2. دي بتنفع في المطبخ وفي النيش، دلوقتي بقت من الاساسيات. في دي قطعة البسبوسة. في دي بتتفتح فرشة، بتتفتح من هنا اهي، وبيتحط فيها الصابون، وبقت صابون. هي خشنة حلوة على فكرة. في القطاعة دي كنت جايباها مرانين ب10. في القطاعة دي كنت جايباها من اسكندرية، هتلاقي برضو اللينك بتاعها بس مش فاكرة كانت بكام، هتلاقيها في مشترياتي. دي برضو كانت قطاعة تانية اهي، دول 3 جايبة 3 مقاسات، وواحدة بلاستيك وواحدة خشب، والتانية اللي هي دي عاملة زي الازاز. دي كانت 15 جنيه تقريبا. في كمان الفرز دي اللي بيبقوا 3 مع بعض ب7.5. في برضه طقم الشمع ده، الشموع دي عجبتني، كان ب7.5. من العتبة هتلاقي طقم المعالق ده، هتلاقي برضه من مشترياتي العتبة ب7.5. في كمان انا جبت بس الكيس بتاعها متقطع، بتوع الشيش طاووق دول الطوال اهم، جبتهم معايا احتياطي. كنت في كرتونة البلاستيكات، هتلاقيها برضو موجودة اللينك بتاعها. جبت طقم حلل تلاجة، وجبت ده كمان كان من برانين، نازل فرانين، بس مش عارفة كان بكام، ب20 25 حاجة زي كده. دي برضو كانت علبة المناديل، جبتها برضو مرانين. فبحاول ان انا اقصر الفيديو، متنسوش تشتركوا معايا وخشوا في اللينك، هتلاقوا كل اللينكات موجودة بتاعت المشتريات دي، هتلاقوا الاماكن بتاعتها فين بالظبط واسعارها. عاملة سلسلة العروسة متنسيش. جبت برضو دي من السفرة، كانت ب3.5. ده برضو الطقم ده من السفرة، تقريبا معروف الناس كلها عارفاه وجابت منه، كان تقريبا 20 جنيه. 4 اطباق الوان بالشكل ده بالمعالق بتاعتهم، جميل جدا، خامته حلوة جدا، الخامات النظيفة اللي طالعة اهي الوانه. متنسوش تشتركوا معايا في قناتنا انا وبس، ويا رب الفيديو يعجبكم. معلش طويل شوية، وباي باي.